يبدو ان الحريف مش بس على الطاولة، ده في ناس حريفة كتيرة في حاجات كتيرة. اللي حضر الصالة حريف، اللي فكر حريف، اللي دعم حريف، اللي سقف حريف، اللي جاي يزورنا حريف. كل الحريفة اللي هنا احلى تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة بنعمل ريفيو لمكان جديد في تنس الطاولة لخدمة أبنائنا وخدمة رواد ولاعبين تنس الطاولة بكل الأعمار. والنهارده احنا في الطابية خلف موقف اسكندرية. المكان قريب جدا، يعني تقريبا دقيقتين مشي ورا الموقف كده اما تنزل وتعدي سكة القطر. والمكان هنا ما شاء الله مريح جدا، واحنا داخلين المكان اهو لأول مرة. السلام عليكم. السلام عليكم. كابتن فرعون هنا معانا. ازاي يا كابتن؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ زي الصحه، منور والله الدنيا. النهارده افتتاح صاله الكابتن وليد اشرف والكابتن مؤمن وليد، ناس من اعلام تنس الطاوله في مصر واسكندريه طبعا. السلام عليكم يا كابتن. يا شباب منورين الدنيا يا شباب. هنا داخله هنا ان شاء الله ندخل مكان في هنا بوفيه بيلبي كل احتياجات لاعبين تنس الطاوله. السلام عليكم. ازيك يا كابتن؟ هنا بيلبي احتياجات كل تنس الطاوله شباب. هنخش برضو قبل ما نخش الصاله كده، هنخش نبص على المكان جوله حره. ده هنا مكان اوضه غرفه تغيير ملابس كده يا جماعه هنا، ماشي. هنا الحمامات، حمام الرجال. وهنا حمام السيدات هنا في الوش. تمام. دلوقتي داخلين الصاله. اهلا. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن وليد؟ عامل ايه يا باشا؟ منور الدنيا يا كابتن وليد. الف مبروك، الف مبروك لافتتاح الصاله يا كابتن ان شاء الله. ازاي الصحه؟ اهلا وسهلا. الله ينور حضرتك. منور يا كابتن والله، والف مبروك لافتتاح الصاله يا كابتن والله. الله يكرمك حبيبي. كابتن الصح. كابتن مؤمن معانا، كابتن مؤمن وليد اهو ما شاء الله من صاحب الصاله. الله يكرمك كابتن مؤمن. عامل ايه؟ ربنا يجعلها فتحه خير كده ان شاء الله. النهارده حسن الاستقبال والضيافه ما شاء الله، حاجه جميله جدا. وهنا ناس ابطال رواد تنس الطاوله المصريه، الكابتن حمدي وكابتن خالد زكي. كل الكباتن هنا منورانا ومشرفانا وان شاء الله. ازيكم يا كباتن؟ الحمد لله منورين والله يا جماعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مكان في اسكندرية، من نقطة في اسكندرية، من نقطة شعبية، محدش يتخيل ان في مكان زي ده في هذه النقطة وفي هذا المكان وفي الحي الشعبي الحضاري صاحب كل حاجة حلوة. حي راغب، وهي منطقة قريبة من محرم بيه وقريبة من الحضرة وقريبة من المواهب الحقيقية في اسكندرية وأبطال مصر وأبطال العالم. في هذا المكان فكر صاحب المكان وفكر الشاب، وهتستغربوا جدا ان هو بطل من أبطال مصر وهو لم يتعدى 18-20 سنة. فكر انه يعمل نقطة انطلاق جميلة لتنس الطاولة، لنشر تنس الطاولة ونشر كل حاجة حلوة. تنس الطاولة والحريف قصة طويلة، قصة جميلة هنسمعها من صاحبها مؤمن وليد أشرف. مؤمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مؤمن، النهاردة احنا في مكانك، مكان بتاعك الحريف. قول لي انت اخترت المكان ده ليه؟ طبعا حضرتك انت عارف الحي الشعبي دوت، انت عارف طبعا كل المواهب بتيجي من الحي الشعبي دوت. فانا فكرت ان انا ادخل المجال دوت من ناحيه المنطقه، عشان انت عارف المواهب كلها بتجمع ما بين اي حاجه موجوده فيها ابطال ومواهب وكده بتطلع من الحي الشعبي. فانا فكرت كده عشان نشر اللعبه. حالا احنا هنعمل معاه لقاء الكابتن وليد اشرف مدرب نادي سبورتنج وصاحب يعني انجاز الابطال. طبعا. السلام عليكم. طبعا انا بشكر جميع الناس اللي موجوده والمحاضره، اللي هو قرايبي واهلي وناسي واصدقائي واصحابي، وعلى راسهم الدكتوره اميمه
وباشمهندس محمود منصور، وبرضك الدكتوره بهيجه ما انساش فضل ليها عليا خالص، ولا الكابتن جابر. بصراحه يعني انا بشكرهم جدا جدا جدا، لولا الناس ديت انا ما كنتش موجود في المكان دوت. وبشكرهم مره تانية، واهلي برضك واصحابي واصدقائي، وبشكر حضرتك برضك يا استاذ خالد. السلام عليكم. محمد. محمد ايه؟ محمد نهاد. محمد قول لي، حي راغب بخبرته بتاريخه بحاجاته الجميله بزخمه بناسه الجميله، اخترتوه ليه؟ واخترت المكان ده عشان تبدا الحريف هنا ليه؟ عشان المناطق الشعبيه بتبقى فيها مواهب مدفونه، واحنا قررنا نفتح المكان ده فيه عشان نقرب منهم كل حاجه ونوفر لهم صاله فيها كل حاجه حلوه مميزه من حيث الطاولات والارضيه والمساحه، وان هي جوه نادي محترم، جوه نادي قوات مسلحه فيها كل حاجه حلوه. قلنا نقرب المكان ده ليهم عشان ننشر اللعب اكتر ونطلع مواهب اكتر لتنس الطاوله. يعني الحقيقه يعني شابين واعدين، يعني عايز اقول لكم مستقبل مصر الجميل. وفين اخوهم؟ في اخ ثالث كمان انا شايف في اخ جميل، محمد اخويا. محمد تعالى يا محمد. محمد قول لي انت محمد ومؤمن ومحمود والثلاثه ابطال كل اعوذ برب الفلق. قول لي يا محمد رايك ايه في المكان؟ بسم الله ما شاء الله، بصراحة يعني حاجة كويسة لينا ولغيرنا. انت لعيب تنس طاوله يا محمد. ايه اللي بيشدك ان انا لو انت غريب عن المكان، ايه اللي يشدك انك تيجي هنا؟ يعني مكان الصالة والإضاءة والمساحة والترابيزات اذا ابطال واعدين وتوقعوا كل حاجه على. طيب انا عايز بس ايه، طبعا في الافتتاح لازم نعمل لهم دعم تسقيفه كبيره كده الاول. انا الحقيقه قبل ما اروح للجمهور والفيورز الجمال دول اللي هم جايين من كل حته في اسكندريه عشان يعملوا سبورت للمكان الجميل ده اللي انا فرحان ان انا موجود فيه، هكلم بقى الناس الهيدرز والتاريخ بتاعنا. رئيسة المنطقة معايا أستاذة أميمة الغربي، أستاذ محمود منصور رئيس لجنة التطوير في اتحاد تنس طاولة والتاريخ الكبير وكل حاجة حلوة. فهنبدأ بقى بالليدز الأول. كابتن أميمة. أميمة مساء الخير. مساء الخير كابتن. اهلا. قولي لي أميمة، وأنت جاية هنا من المنطقة في منطقة جديدة، في منطقة راغب، منطقة الشعبية، بداية حاجة جديدة، بداية نشاط، بداية ووك أب، بداية شعبية للعب التنس طاولة، تحبي تقولي إيه؟ الحقيقه انا احب اقول الاول مساء الخير عليكم جميعا، وانا سعيده جدا ان انا موجوده معاكم النهارده. والحقيقه اللي انا فوجئت بصراحه بالمكان، المكان جميل جدا والصاله جميله جدا ومتوضبه حلوه قوي، وسعيده بان في شباب هو اللي فكر هذه الفكره، وبجد بتمنى لهم ان شاء الله ان هم يكونوا يقدروا يعملوا حاجه كويسه، وهم وجودهم في هذه المنطقه اللي هي زي ما قالوا قبل كده انها بتطلع منها فعلا ابطال كتير، ان شاء الله يقدروا يعملوا حاجه كويسه وربنا يوفقهم واتمنى لهم كل الخير. طيب ده لقائنا مع رئيسة المنطقة. نروح بقى رئيس لجنة التطوير، وهو صاحب اصلا سبورت ودعم لافكار نشر اللعبة. انت شايف حاجة من الحاجات اللي انت كنت بتنادي بيها لنشر اللعبة باشمهندس محمود، تحب تقول ايه واللي انت شايفه؟ طبعا انا بحيي كل الموجودين على تشريفهم لكابتن وليد في افتتاح الصالة بتاعته، وبتمنى لهم كل الخير، وبتمنى ان نحقق اهداف هو اكتشاف مواهب جديده وصقل ورفع مستوى لباقي اللاعبين. دي فرصه لمواهب جديده تظهر، زائد فرصه للصقل والاعداد الجيد قبل البطولات، وهيكون ان شاء الله في حاجات وبرامج مدروسه. البرامج دي هتعمل فترات اعداد، هتعمل فترات لقاءات، هتعمل بطولات، هتعمل مباريات، وكل ده هيخدم الناس وهيخدم اللعبة. وده بيسعدني لان المنطقة ما فيهاش اي نادي ولا مركز شباب ولا اي حاجة، فده بداية كويسة لمنطقة اكيد ان فيها مواهب. نتمنى ان احنا نوصل من هنا للعالمية من المواهب اللي هتكون موجودة. وبحييكم وبشكركم على حضوركم ومشاركة وليد في هذا الاحتفال، وشكرا. يبدو ان الحريف مش بس على الطاولة، ده في ناس حريفة كتيرة في حاجات كتيرة. اللي حضر الصالة حريف، اللي فكر حريف، اللي دعم حريف، اللي سقف حريف، اللي جاي يزورنا حريف. كل الحريفة اللي هنا احلى تحية.
الحقيقه انا بس عايز اعمل بعض اللقاءات مع بقى ايه الناس اللي هي اولياء الامور، لان هم دول اللي اتعمل لهم تماثيل، هم اللي بيجروا، هم اللي بيساعدوا، هم اللي بيعملوا سبورت للاولاد، هم اللي بيشيلوا عناء رحله البطوله والابطال. واحنا عندنا نماذج كتيره في الكلام. قبل ما ابدا مع دول اتكلم مع نموذج تدريبي صغير ويقول لي رايه ايه الفني في المكان. معايا الكابتن محمد حسن، بطل نادي الاتحاد، من اكبر مدربين منتخب مصر وتاريخ كبير. محمد مساء الخير. مساء الخير. محمد، انت شايف الصاله دي تعد ابطال؟ بسم الله ما شاء الله. هي انا شايف ان دي نواه ان شاء الله لتفريغ لاعبين متميزين وتصعيدهم للانديه الكبيره عشان يكونوا ابطال. وكابتن وليد من المدربين المتميزين في تعليم وتطوير لاعبي تنس الطاوله، وان شاء الله منتظرين نتائج مبهره باذن الله. جميل. انا معايا الكابتن نادر ابو ضيف، طبعا علم من اعلام البترول والتدريب والبطولات وتاريخ كبير. السلام عليكم. أنا فرحان بوجود النهاردة لتدعيم كابتن مؤمن وليد وكابتن محمد نهاد، وعلى رأسهم الكابتن وليد والدهم. أنا المكان اللي احنا فيه دوت حاجة جديدة على مستوى اسكندرية، مكان أكيد ما فيهوش طبعا أندية ولا فيه مراكز شباب، فده حاجة إن هي ممكن تطلع ناشئين صغيرين، يعني الناشئين الصغيرين دول المحرومين من التنس الطاوله في المستوى، لان التنس الطاوله ما بتطلعش الا من الانديه، من المكان الشعبي. تنصح الناس تيجي هنا؟ اكيد طبعا. المكان على اعلى مستوى بامانه، ارضيه، طاولات، مساحه، كل حاجه مهيئه، حمامات، كل حاجه مهيئه للاعبي التنس الطاوله. انا هسال بقى صديقك ورفيق العمر كله الكابتن ابراهيم يونس. طبعا هو فنان كبير، وعايز اقول لكم مفاجاه، اللي بيصورني دلوقتي هو الكابتن صلاح بطل كفر الشيخ، جاي هو مخصوص هو والكابتن حمدي عبد الحليم من كفر الشيخ عشان يعملوا دعم للصاله يا جماعه. تسلم تسلم. كابتن ابراهيم، طبعا مريم يونس بدات في صالات زي كده. كابتن ابراهيم، يعني انت شفت كل حاجه، وانت لعيب تنس طاوله اصلا في الاتحاد ولعيب ليك تاريخ. والد محمد بطل الزمالك في الباسكت، والد مريم، وبتحضر كل حاجه حلوه. قول لي الصاله ايه توجهك ورؤيتك للصاله ايه؟ هي الصاله ما فيهاش اي حاجه يعني نقدر ان احنا نقول ان في ناقصها حاجه. طاولات على اعلى مستوى، ارضيه، مكان وتهويه وحمامات، يعني صاله انا في اعتقادي مش احسن صاله في اسكندريه، احسن صاله في الجمهوريه كلها. ما شفناش صاله دوليه لازم تسمى ديت الصاله الدوليه، لان من احلى الاماكن ان اللاعب تنس الطاوله يقدر يجي يتمرن. المدربين نفسهم لما يجي المدرب يجيب اللعيبه بتاعته ويجي يمرن هنا هيلاقي امكانيات عاليه وهيلاقي كل ما هو عايزه. فدي طبعا احنا ما نقدرش نقول ان الصاله ناقصها حاجه. وانا عارف ان الكابتن ابراهيم صاحب بصمات كمان ودعم في الصاله كعادته. انا عايز بقى اروح للحاجتين، الولاد الصغيرين الابطال واولياء الامور. انا عايز اسمع كابتن وليد. مامة بصوا بقى يا جماعه، بصوا الذهب والالماظ والحاجات الحلوه اللي في الدنيا. وليد ما كانش وليد واحفاد المدام ما كانوش كده لولا هناك جراند ماذر، جده جميله رائعه شيك، عملت كل حاجه حلوه. انا اسمعها بقى. انا بهني ابني الكابتن وليد واولاده، بهنيهم وفرحانه لهم من قلبي، وربنا يوسع رزقهم ويبعد عنهم الوحش. اظن خدوا دعوه ب1,000,000 جنيه. يا رب هو اللي جاي. اسمحوا لي اتحرك بحريه كده. والكابتن صلاح الحقيقه هو DOP مصور رائع مالوش حل ما شاء الله عليه. انا هعمل لقاءات كده مع مدام وليد الاول اهي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقولي ايه للكابتن وليد وهو بيعمل كل حاجه حلوه لمستقبل الاسره؟ هقول له ربنا يوفقك، وعشان هو تعب عليهم
هو الحقيقه التعب بتاعه مش من فراغ، اكيد زوجه عملت كل حاجه حلوه. شوفوا دور المراه دايما دورها كبير في كل حاجه جميله. حضرتك تقول ايه في هذا الاحتفال الجميل؟ والله هو احتفال ما شاء الله جميل جدا، والصاله جميله، وهم يعني اخلاق الاثنين مؤمن ومحمد اثنين ما شاء الله يعني لاعيبه تنس طاوله اخلاق وادب، فربنا يوفقهم في حياتهم يا رب كده ويكرمهم في المستقبل. حضرتك والد محمد نهاد. والد محمد، وهم الحقيقه واضحه جدا البصمات الجميله. لا تتدحرج التفاحه بعيدا عن الشجره. هي تقولي ايه دكتوره علاج طبيعي يا جماعه؟ يعني بصوا اكسبكتيشن عالي جدا عندنا كل حاجه متكامله اهو. انا اخت محمد اسراء. فخوره جدا بان محمد دلوقتي بدا الخطوه دي في سن صغير، وواثقه فيه جدا ان هو عنده طموح عالي وفاهم كويس جدا في اللعبه، وهو يعني ربنا يوفقه وعمل مجهود كبير قوي يستاهل التحيه عليه. اسراء ان شاء الله باذن الله لو حصلت اصابات في تنس الطاوله جاهزه للعلاج؟ عينيا ان شاء الله، هتخرج على خير. هاخد الشباب الوالده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هقول له الف الف مبروك، ربنا يوفقه هو مؤمن، وانا واثقه ان شاء الله بدايه كويسه وان شاء الله ناجح ان شاء الله. بس طب خلينا نشوف الاولاد بقى. تعالى يا كابتن نور، تعالى يا نور. الكابتن نور فرج. طبعا صلاة جميلة بسم الله ما شاء الله، ويعني بتدعم الناس يعني، فحي برضو مكان جميل يعني، وان شاء الله تبقى بداية حلوة ان شاء الله باذن الله. فين بقيت شباب؟ هشام تعالى. محمد ادهم بابا هشام كان من ابطال نادي الاتحاد، وادهم هو على خطوات بابا، على خطوه بابا ان شاء الله يعني. والصلاة جميلة جدا، وان شاء الله نبقى زي بابا وكده. طب جميل جدا. ناخد قولي اسمك بقى كده. لينا حجازي من بطلات مصر وبطلات نادي سموحه. انا فخورة جدا بالكابتن ورب يعني تكون هو يعني عاجبه المكان وفخورة بيه. وناخد الكابتن معانا اهو. قولي لي في الصاله النهارده تقول رايك ايه؟ عجباني جدا الارضيه والطاولات مستوى عالي، يعني الواحد يعرف يلعب عليها كويس ويأدي كل اللي عنده بسبب الطاولات والارضيه والمكان. طيب الحقيقه برضو هنتابع معاكم ومع الجمهور كله. السلام عليكم. تحب تقولوا ايه النهارده في الاحتفال بتاع وليد؟ ان شاء الله ربنا يجعلها فتحه خير عليه ان شاء الله، ويجعلها قدم السعد عليه، وطبعا ابنه سنه صغير واخد بالك، فدي دفعه كويسه جدا لاي شاب يعني في بدايه حياته يعني ان شاء الله، وربنا يوفقه ان شاء الله. انتوا من المنطقه هنا؟ انا ابن خالة الكابتن وليد. تقولوا ايه للرياضه في المناطق الشعبيه؟ المناطق الشعبيه ديت بيبقى احيانا كده ان شاء الله يعني بيطلع في يعني نبغه كده واخد بالك للرياضه المصريه، فاهم؟ والابطال كلهم بيطلعوا من هنا. وكنا محتاجين حاجه زي كده في منطقه شعبيه زي راغب وكرموز وكده، فان شاء الله بالتوفيق بامر الله. حاسس ان المناطق الشعبيه ممكن تطلع ابطال لمصر يروحوا الاولمبياد؟ اكتر ابطال بتطلع من الجمهوريه بتبقى في المناطق الشعبيه، بس محتاج اللي حد يدور عليها. محتاج حد يدور عليها يا جماعه. بصوا الكلام، يمد ايده بس يدور عليها، واكتر المواهب بتطلع من المناطق الشعبيه. اذا الحريف هي مكان زراعه الابطال وحصد الابطال وكل حاجه حلوه. احييكم من الحريف، وكل مكان هيساعد بطل احنا بنقول له شابو، احسنت، كل عام وانتم بخير. ودي التورته يا جماعه بتاعت افتتاح الصاله اهي ما شاء الله، يعني عايزين ننزل نلعب عليها ماتش ان شاء الله. انا عايز السودا والله. حلوه تورته مناسبه للحدث، تورته باتر فلاي. لاف يو وان. كان معانا كابتن فرعون، ده من ابطال تنس الطاوله المصريه ما شاء الله عليه. بالله ابعت لي الحته دي، بالله عليك ابعت لي. عينيا والله. ودي الطاولات اهي يا جماعه ما شاء الله، حاجه روعه جدا، حاجه جميله. طاوله 2
3 4 في الأول هنا. تهوية جميلة في الصالة وكل شيء تمام. كان معاكم الشاعر الرياضي أحمد صلاح ومساكم بينج بونج.